الفيديو ده هو أول فيديو في سلسلة هنتعلم فيها الجولانج، واحدة من أسرع وأقوى لغات البرمجة اللي طورتها جوجل. بعد الفيديو ده هتكون عرفت ما هي الجولانج، إيه مميزاتها، ليه نتعلمها، بنستعملها في إيه المفروض أكون عارفه قبل ما أتعلم الجولانج، إزاي نعمل انستوليشن للجولانج، وهنعمل أول برنامج بسيط جدا نجرب إن كل شيء تمام. خلينا نتكلم على أهم المعلومات اللي لازم تكون عارفها عن الجولانج. أول حاجة، الجو هي لغة اوبن سورس، يعني لغة مجانية، مش بس تقدر تستعملها، كمان تقدر تشارك في تطويرها لو حابب. تاني حاجة، الجو لغة compiled. يعني ايه compiled؟ يعني ببساطة الكود اللي انت بتكتبه بنسميه السورس كود، بيتحول كله مرة واحدة عن طريق الكومبايلر للماشين كود، اللغة اللي الكمبيوتر بيفهمها بشكل مباشر. وده عكس لغات تانية اللي بتكون interpreted، الكود فيها بيتحول وبيتنفذ جزء جزء اثناء الران تايم او اثناء التشغيل. الفرق ده بيخلي الجو بتكون اسرع بشكل ملحوظ في الاداء. من اهم مميزات جو كمان انها بتدعم الكونكرنسي بشكل ممتاز جدا، وده بيخليها مثاليه للباك اند والانظمه الكبيره. طيب هي ليه اصلا الجو اتعملت؟ الهدف من جو كان حل معادله صعبه جدا، اننا ناخد سرعه واداء السي والسي بلس بلس وفي نفس الوقت اللغه تكون سهله جدا، حاجه كده شبه البايثون. وفعلا جوجل نجحت انها تحقق المعادله دي وطلعت لنا لغه عظيمه جدا اسمها جو. طيب نقدر نعمل ايه بجولانج؟ الحقيقه ان جو بتستخدم في مجالات كتيره جدا، اهمها اول حاجه الاي بي ايز. تقدر تبني بيها اي بي ايز سريعه جدا وتستحمل عدد ريكوستس كبير جدا وبيشتغل بكفاءه عاليه. تاني حاجه المايكرو سيرفيس. الجو من اشهر اللغات في الديستريبيوتد سيستمز، بتستخدم بشكل كبير جدا في بناء المايكرو سيرفيسز، وده طبعا لانها خفيفه وسريعه وسهله جدا في السكيلينج. تالت حاجه في مجال الكلاود، ادوات ضخمه جدا في الكلاود معموله بالكامل باستخدام جو، زي مثلا الدوكر، وده لوحده دليل قد ايه اللغه دي قويه في الانفراستراكشر او في البنيه التحتيه. طيب كمان في مجال الديف اوبس، الجو بتستخدم في ادوات كتيره جدا، في الاوتوميشن سكريبتس، في الديبلويمنت تولز، لانها سريعه وسهل تعمل منها تولز تشتغل من الكوماند لاين. غير كده هي برضو مشهوره جدا في تطبيقات النتوركينج زي البروكسيز، اللود بالانسرز، وده طبعا بسبب ادائها العالي وقدرتها على التعامل مع عدد كبير جدا من الكونكشنز في نفس الوقت. بتستخدم كمان في السايبر سيكيورتي تولز، في الكوماند لاين ابلكيشنز، يعني زي ما انت شايف مجالات كتيره جدا، وده بيخلي الجو واحده من اكتر اللغات المرنه والمطلوبه في السوق حاليا. يلا بينا ننزل الجو على الجهاز بتاعنا ونبدا نتعلمها. خلينا ندخل مع بعض كده على جوجل ونعمل سيرش على جولانج. هنختار من هنا اللينك ده اللي هو go.dev. بعد كده هتلاقي عندك هنا زرار بيقول لك داونلود، هنضغط عليه ونبدا من هنا نعمل داونلود للجو على الجهاز بتاعنا. طبعا بقى على حسب الاوبريتنج سيستم بتاعك سواء كان ويندوز او ماك. انا الجهاز بتاعي دلوقتي جهاز ماك، ده الاوبريتنج سيستم بتاعي، فممكن مباشره من هنا اختار اللينك ده، هيبدا يعمل لي داونلود للجو لانج. بعد ما نزلنا الانستولر بتاع الجو هنبدا بقى دلوقتي نعمل لها انستول، فهضغط هنا كده على كونتينيو، بعد كده اعمل انستول وادخل هنا الباسورد بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعي، ويبدا دلوقتي يعمل لي انستول للجولانج على جهاز الكمبيوتر بتاعي. كده خلاص هو خلص انستليشن، هضغط على كلوز. بعد كده ممكن بقى خلاص نمسح الانستولر ده، مش محتاجينه. عايزين دلوقتي نتاكد ان الجو نزلت على الجهاز بتاعنا، فهفتح التيرمينال عندي او الكوماند لاين. خلينا كده نكبر السكرين شويه، وهاجي هنا واقول جو فيرجن، هتلاقيه بيرجع لك هنا الفيرجن بتاعت جو، ده معناه ان الجو اتعمل لها انستول وكده جاهزين نستعملها على جهاز الكمبيوتر بتاعنا. خلينا دلوقتي نروح كده نعمل فولدر جديد فاضي ونفتحه جوه الفي اس كود. زي ما انت شايف كده انا عملت فولدر فاضي اسمه جو ديمو، لسه ما عملناش فيه اي حاجه، فتعالى كده نعمل مع بعض اول فايل نسميه مثلا app.go. الاكستنشن بتاع الجو لانج هو الدوت جو. بعد كده اضغط على انتر. تعالى كده نكتب مع بعض اول كود او اول برنامج. لو ما فهمتش اللي انا هكتبه دلوقتي ما تشغلش دماغك، احنا هنشرح كل حاجه بالتفصيل، ولكن دلوقتي احنا عايزين نجرب ان كل حاجه شغاله تمام. فهاجي هنا كده واكتب باكج مين، بعد كده اقول امبورت للاف ام تي، واجي هنا اقول فانك المين، بعد كده مثلا اقول الاف ام تي دوت برنت الن، ونقول مثلا هلو جو. طيب بعد كده هعمل سيف. انا كده خلاص خلصت البرنامج بتاعي، ده عباره عن برنامج بسيط جدا بيطبع في الكونسول الجمله دي هلو جو. تعالى كده نشوف ازاي بنشغل البرنامج ده، بعد كده نشرح اللي احنا كتبناه ده بالتفصيل. هاجي هنا كده جوه الكونسول جوه الابلكيشن بتاعي اللي هو جوه الفولدر جو ديمو، وهكتب هنا جو رن واسم الفايل بتاعي اللي هو الاب دوت جو. بعد كده اضغط على انتر.
هيبدأ بالفعل يعمل كومبايل ويشغل الابلكيشن بتاعي او يشغل البرنامج بتاعي، وهتلاقيه بالفعل كتب لنا في الكونسول هالو جو. طيب تعالى بقى نشوف ايه اللي كتبناه ده كده بالتفصيل سطر سطر. اول سطر انا كتبت الباكج مين. يعني ايه الكلام ده؟ الجو لغة منظمة جدا وما بتحبش العشوائية. بتقول لك ان اي ابلكيشن انت بتعمله قسمه لمجموعة من الباكجز. طيب يعني ايه باكج؟ يعني فايل او مجموعة من الفايلز متجمعين مع بعض في مكان واحد مسؤول عن جزء معين من البرنامج. يعني ايه؟ يعني مثلا انت هتبني اي بي اي، فاكيد هيبقى عندك فايل او مجموعه من الفايلز مسؤوله انها تهندل الريكوستس، فجمع الفايلز دول مع بعض في باكج واحده وسميها مثلا اي بي اي. هتربط مثلا الاي بي اي بداتابيز معينه، فبرضه عندك فايل او اكتر مسؤول عن التعامل مع الداتابيز، جمعهم مع بعض في باكج وسميها مثلا الدي بي، وهكذا. فبينتهي بينا الحال ان الابلكيشن بتاعنا بيبقى متقسم لمجموعه من الباكجز، وكده تبقى حققت مبدأ مهم جدا اسمه الموديولاريتي او السيبريشن اوف كونسيرنز، ان بدل ما يبقى اللوجيك بتاع البرنامج كله في مكان واحد، احنا بنقسم الابلكيشن لمجموعه من الكومبوننتس او الباكجز، كل باكج مسؤوله عن جزء معين في البرنامج. مع كل الباكجز اللي هتعملها لازم يبقى فيه الروت او المين باكج، نقطه البدايه اللي بيبدا من عندها البرنامج. انت ممكن مثلا تعمل 5 أو 6 او اي عدد من الباكجز، لما تيجي تشغل البرنامج هيبدا منين؟ لازم يبقى عارف نقطه البدايه او اول باكج هتشتغل. عشان كده الجو بتقول لك لازم البرنامج بتاعك يكون في باكج اسمها المين، هي دي الانتري بوينت، نقطة البداية للبرنامج بتاعك. لو سميت الروت باكج اي حاجة تانية غير المين، الجو مش هتشغل البرنامج، لانها هتفهم ان البرنامج ده عبارة عن مجرد مكتبة تقدر تضيفها في برنامج تاني او حاجة، ولكن مش ستاند الون ابلكيشن تقدر تشغله لوحده طالما ما فيهوش المين باكج. تعال نجرب الكلام ده الاول وبعد كده نكمل. كتبت الباكج مين، يعني انا كده بقول للجو ان انا عرفت المين باكج وجواها الفايل ده اللي هو اسمه الاب دوت جو. فبالتالي لما جيت شغلت الابلكيشن بتاعي، الجو هتروح للمين باكج، هتلاقي جواها الفايل ده اللي هو الاب دوت جو، فتشغله لنا على طول. هنشوف كمان شويه ازاي بتشغله، ولكن الفكره دلوقتي ان الابلكيشن اشتغل لان الجو لقت المين باكج جوه البرنامج بتاعك. فتعالى دلوقتي نجرب مثلا نخلي الباكج دي نسميها اي حاجه تانية، وليكن مثلا اب. لو جيت دلوقتي عملت سيف وجينا كده، تعالى نمسح الموجود في التيرمينال ونجرب نشغل الابلكيشن تاني، هتلاقيه دلوقتي بيقول لك الباكج از نوت ا مين باكج. هو مش لاقي المين باكج، فبالتالي مش عارف يشغل الابلكيشن ده، لازم يلاقي المين باكج موجوده جواه. غير كده هو هيعتبر ان الباكج دي مجرد مكتبه نقدر نعمل لها امبورت جوه الابلكيشن او جوه اي مكان تاني ونستعملها. هنشوف بعد كده ازاي بنعمل امبورت الباكج من مكان لمكان تاني، ولكن الفكره دلوقتي ان لازم الابلكيشن بتاعك يكون فيه المين باكج. فتعالى نرجع تاني اسم الباكج للمين ونعمل سيف. تعالى نمسح تاني التيرمينال ونجرب نشغل الابلكيشن، المره دي هيشتغل عادي من غير اي مشكله. طيب احنا زي ما قلنا ان الباكج ممكن تبقى عباره عن مجموعه من الفايلز، ممكن 2 3 4 على حسب. فالسؤال دلوقتي مين فيهم اللي هيشتغل الاول جوه المين باكج؟ هنا بقى بيجي دور الحاجه التانيه اللي من غيرها البرنامج مش هيشتغل، وهي المين فانكشن. لازم المين باكج يكون جواها فايل تقدر تسميه اي اسم، ولكن لازم يكون موجود جواه فانكشن اسمها المين فانكشن. هي دي اول فانكشن فعليا بتشتغل في الابلكيشن بتاعك. فتعال نجرب الكلام ده علشان نفهم مع بعض. انا هنا دلوقتي جوه الاب دوت جو عندي المين فانكشن، فبالتالي لما الابلكيشن بيشتغل طبعا هيلاقي عندك المين باكج، تمام، دي اول حاجه. بعد كده هيلاقي جواها مثلا فايل او 2 او 3 مش مهم، المهم ان فايل منهم جواه المين فانكشن، فبالتالي الفانكشن دي بتشتغل تلقائيا وبيتنفذ الحاجات اللي جواها، ولازم طبعا يكون اسمها المين فانكشن. تعال نجرب نغير اسمها مثلا نسميها مين 2 مثلا، بعد كده نعمل سيف ونيجي نجرب نشغل الابلكيشن بتاعنا، هتلاقيه بيقول لك المين فانكشن از undeclared. هو مش لاقي عندك المين فانكشن جوه المين باكج، فبالتالي مفيش حاجه تشتغل، فبالتالي الابلكيشن بتاعك هيكراش بالشكل ده. فلازم طبعا يكون اسمها كده مين فانكشن. طيب تعال نجرب نعمل فايل تاني جوه نفس الباكج المين ونشوف مين فيهم اللي بيشتغل. لو افترضنا دلوقتي ان انا هعمل فايل تاني مثلا نسميه demo.go، وتعالى كده نكتب الباكج مين علشان نضمن ان الفايل ده موجود جوه نفس الباكج. بعد كده مثلا ممكن نعمل هنا اي فانكشن مثلا نقول تيست، وخلينا كده ناخد الامبورت دي ونحاول هنا كده نطبع مثلا نقول hello
inside the demo file. كده بقى عندي 2 فايل اسمه الdemo.go والفايل التاني الapp.go، الاتنين موجودين جوه المين باكج. فانا دلوقتي علشان اشغل الابلكيشن بتاعي انا ما اقدرش اروح اشغل الdemo.go لان مفيش جواه المين فانكشن. فلو جيت دلوقتي حاولت مثلا اقول go run الdemo.go هتلاقي بيقول لك الفانكشن is not declared، مفيش هنا المين فانكشن، فلازم الفايل اللي هيشتغل هو الفايل اللي جواه المين فانكشن. فاللي نقدر نعمله ان احنا نقول go run الapp.go هيشتغل معاك الابلكيشن من غير اي مشكله. طيب تعال نحاول نكتب المين فانكشن جوه الديمو هي كمان. يعني لو خدت من هنا كده المين فانكشن كوبي وجيت جوه الديمو.جو وعملت لها بيست هنا واقول هنا hello from the demo file. لو جيت دلوقتي كده تعال نمسح التيرمينال ونقول مثلا go run الديمو، هو دلوقتي بقى جواه المين فانكشن فالمفروض يشتغل. تعالى كده نجرب نشغله، هيشتغل بالفعل، هيقول لك hello from the demo file. ليه؟ لان هو راح شغل الفايل ده لقاه جوه المين باكج، تمام، وعنده هنا المين فانكشن فهيشتغل عادي جدا مفيش اي مشكله. هيعتبر ان الباكج دي كانها ستاند الون ابلكيشن جواها المين باكج وجواها المين فانكشن، فهتشتغل مفيش اي مشكله خالص. قدام شويه هنتعامل اكتر مع فكره الباكجز، احنا بس مجرد بنفهم الجو بتشتغل ازاي. طيب زي ما احنا نقدر نعمل باكجز كتيره جدا في الابلكيشن بتاعنا، الجو برضو بعد ما عملنا لها انستول على جهاز الكمبيوتر بتاعنا بينزل معاها بيلت ان باكجز نقدر نستعملها، عباره عن تولز او فانكشنز نقدر نستعملها في الابلكيشن بتاعنا. واحده من الباكجز دي اسمها الاف ام تي، فانا مثلا عايز استعملها جوه الفايل بتاعي ده، فباجي هنا جوه الفايل واعمل لها امبورت، فبكتب امبورت بعد كده بين الدبل كوتيشن بكتب اسم الباكج اللي انا عايز استعملها اللي هي الاف ام تي، وكده خلاص انا جاهز ان انا استعملها جوه الفايل ده. فزي ما انت شايف كده جوه المين فانكشن انا استعملتها، قلت الاف ام تي دوت، بعد كده استعملت منها كوماند او فانكشن اسمها البرنت ال ان، كل دورها انها بتستقبل مني اي حاجه بتطبعها لي جوه الكونسول. زي ما انت شايف كده انا بعت لها هنا سترينج كلمه اسمها هلو جو فطبعتها لي جوه الكونسول. طيب بكده كنا اخدنا فكره عامه عن الجو، عرفنا ازاي بنعملها انستليشن وازاي بتشتغل، وعملنا ابلكيشن بسيط جوه الفي اس كود. بالمناسبه لو انت شغال على الجو جوه الفي اس كود في اكستنشن طبعا بتاع الجو، ممكن تيجي هنا كده جوه الاكستنشنز وتكتب جو لانج، هتلاقي هو ده الاكستنشن اسمه جو، طبعا هتلاقيه فيريفايد ومكتوب جواه اليو ار ال بتاع الجو دوت ديف. تقدر طبعا تعمل له انستول جوه الفي اس كود، هيساعدنا كتير جدا في الفيديوهات اللي جايه. نكمل مع بعض الفيديو الجاي ونتعرف مع بعض على الفاريبلز، ازاي بنعمل فاريبل جوه الجو لانج.